في رحلة أوديسيوس وصل هو ورجالته لجزيرة غريبة ما فيهاش وحوش ولا حرب ولا عواصف. كان فيها زهرة واحدة اسمها اللوتس. أي حد ياكل منها ينسى كل حاجة، ينسى بيته، ينسى رحلته، ينسى هدفه، والأخطر إنه ما يبقاش عايز يرجع أصلا. لأول مرة العدو ما كانش الخوف ولا الألم، كان النسيان. وده اللي بيحصل مع ناس كتير من غير ما ياخدوا بالهم. مش لازم تاكل زهرة اللوتس، ممكن تبقى بس كل يوم بتهرب في ساعات طويلة على الموبايل، أو مسلسل ورا مسلسل، أو شغل من غير هدف، أو أي حاجة تخليك تنسى الوجع بدل ما تعالجه. المشكلة إن الهروب بيريحك شوية، لكن بيسرق منك الاتجاه، وفجأة بتعدي سنة، سنتين، 3، 10، 20، وبعدين بتسأل نفسك هو الوقت راح فين؟ في علم النفس العقل أوقات بيدور على أي حاجة تخفف الألم بسرعة، لكن تخفيف الألم مش هو طريق الشفاء، مش هو العلاج. ممكن تنسى وجعك، لكن ده مش معناه إنه اختفى، لا، هيفضل مستنيك لحد ما تواجهه. عشان كده أوديسيوس ما سابش رجالته هناك، أجبرهم يرجعوا للسفينة، لأن القائد الحقيقي مش دايما بيعمل اللي يريحك، أوقات بيعمل اللي ينقذك. وانت كمان محتاج قائد يفكرك كل يوم انت بدأت الرحلة دي ليه، وإيه الحلم اللي خرجت عشانه. وفي الحلقة الجاية هنقابل وحش ب6 رؤوس، لكن رسالته إن بعض الخسائر لازم تتقبلها علشان تقدر تكمل رحلتك. تابع معانا رحلتنا، رحلة وعي.